السلام عليكم خوت، بخير؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى تكونوا لاباس. هاد كورونا جديدة عاوتاني قالك اسيدي حتى هي ولدت ولدة. كورونا الاولى، كورونا الثانية، كورونا الثالثة، الله يجعل السلامة صافي. المهم اخوتي ما بقى ما يعجب في الدنيا وصافي. اليوم جيت نحكي لكم، المهم انا كامل حكايات على الله يجعل السلامة صافي. اللي عايش في الدنيا، اللي ما خرجش منها ما خرجش من العقايب ديالها. ما حدو كيعيش وكيشوف احداث ووقائع وبزاف ديال الحوايج. واحد العام، نقول لكم واقيلا في 2001 ولا تقريبا 2001 ولا 2002، مبقيتش عاقل بالضبط. طلعنا للبلاد انا واحد الدري صاحبي من الحومه. جيبوا شي دويره، راكم عارفين علاش طلعت بلا ما نشرح لكم يعني بزاف وكذا. هادي كانت الشتا بزاف، العام كان الشتا، ولكن السنه بالضبط والله ما بقيت عاقل عليها. طلعنا من الدوار مع الطريق مقطوعه بالشتا والويدان حاملين والبيستات ما خدامينش، يعني الحديد ما كيدخل ما كيخرج من عندنا، حيت حنايا بعيدين على اقرب فيلاج 16 كيلومتر باش بعيدين. او كتقطع الطريق راه كتولي لا داخل لا خارج، حسب راسك بحال ديك الناس اللي كتشوفوا دابا في اطلاس كطيح الثلج كتقطع الطرقان وداكشي. حنا ما كيطيحش عندنا الثلج، ولكن كيطيح الشتا كتقطع الطريق بالغيس. دابا اليوم مزيان دايرين التوفنا وداكشي، وهذا ما كيخرج بنادم واخا هذاك الوقت ما كانش كاين التوفنا، غير الغيس. طيح الشتا صافي كتقطع الطريق. ايوا نهودو على رجلنا من الدوار، نهودو على رجلنا سميتو نوزع. نهار ديال الشتا ما فترتشي، الواد حامل، الويدان كاملين حاملين، كلشي الشتا ما حبساتش. خرجنا من الدوار وصلنا للفيلاج ديال مقرصات، تا هو بعيد على وزان تقريبا ب 44 كيلومتر. فازقين في مره. دخلنا لواحد الدار شعلنا العافيه ونشفنا الحوايج عاوتاني باش في الصباح عاود نكملو الطريق سميتو نوزع على الرجل. عودنا مع واحد الطريق كيقولوا لا تكاست الواد كيضرب على من مانا، بحال ديك الويدان اللي كتشوفوا في الافلام، ولا الواد كبير هود بالمان حجره فيها 4 طون 3 طون كيهبطها، فهمتي؟ الواد كبير، الواد حامل، يعني ما تصورش دابا الويدان ديال الجبل ملي كيكونوا حاملين بالماء، راه العجب ما يقدرش بنادم يزطام يبغي يعدي داك الواد، ولا ما صافي ما كيبقى يقطع حتى شي واحد من الواد لهيه. الا ما كانش القنطره راه ما يقطعش بنادم حتى ينشف الواد، تينزل الواد حتى ما يبقاش الواد حامل. المهم غيخرجوا فينا حنا 2 ويدان خصنا نقطعوهم ضروري. وصلنا لواحد البلاصه كيقولوا لا عين حجر، لا يا ربي ماشي عين حجر، ما نعرف، مبقيتش عاقل على السميه ديال ديك البلاصه. المهم سميت داك البلاصه يا ربي تنساتلي. المهم خرجنا في واحد الواد، حنا البيستات ما كنتمشاوش معاهم، مشينا اختصرنا واحد الطريق باش نقربوا المسافه. مع الشتا بزاف كنا كنضربوا على المسافه تحيد باش نوصلوا بحالتنا بكري، لان الشتا حنا فازقين، فهمتي؟ فزقنا من الراس للقاع، ما كاينش شي بلاصه فينا ناشفه. وصلنا لديك الواد، بغينا نقلبوا منين نقطعوا داك الواد، ما بقيناش. كندخلوا حتى كنقربوا يضربنا الماء غير فوق الركابي شي شويش، كنبقاو نحسوا بالما كيدفع بالجهد، يعني الا زيدنا نوصلنا للوسط غيجرنا الواد بجوج. بقينا طالعين مع جناب الواد، لقينا شي صخر كبير في وسط الواد. قلت زعما انايا هاد البلاصه نقدر نقز منا من حجره حتى نقطع الضفه الاخرى. داك الدري عاشلام معايا مسكين، سميتو عاشلام الغواطي، الدراري ديال وزان والدراري ديال الحومه كاملين كيعرفوا هاد الدري هذا.
الدري عسلام ما عمرو زعما خرج دلع في الغابة ولا عاش في الجبل ولا كان خالوي بحالي ولا شي حاجة. انا خالوي، انا وطرزان بحال يعني حطني انا حط طرزان نتقارن انا وياه. يعني عشت في الغابة، عشت في الخلا، عشت في الجبل، عشت في الودان، عندي بحال. نقص على الحجرة الاولى ما كاين مشكل. عسلام قلت له نقص من مورايا، نقص هو ما كاين مشكل. الحجرة الثانية عالية على ديك الحجرة اللي نقز لي، يعني هو بعيدة تقريبا بواحد متر و80 ومتر و70 حتى متر و60 ديال البعد، هي جات عالية. دابا انا جالس هنا واقف هنا وهادي اللي خصني نتلاح عليها. اللحظة اللي بغيت نتلاح هادي ما وصلتش مع تقال الحوايج وهذا، ما وصلتش. شبرت بيدي هكا، عييت ما نجبد، عييت ما نجبد، عييت ما نجبد والو، وانا نطيح. طيحت في ديك الماء، كنسمع عله ديال خي عسلام هي اللي سمعت، ولا هادي اللي سمعت. بدا كيبرول فيا داك الماء، كيعمل لي بحال كاغط، بحال كتلوح الكاغط لحتيه في الواد حامل. كيطلعني ويهبطني، يطلعني ويهبطني، المهم كيبرولني، كيهبطني حتى التراب ويطلعني حتى الفوق. الواد حامل، الواد مجهد بزاف واحد الدرجه ما تصورش، وعاد الشتا من الفوق كتصب، يعني ما فطرتش يدك، ما سحاتش. انتهز واحد الفرصه اللحظه اللي طلعت على الوجه، تقلبت على كرشي وبديت كنعوم حتى انا مع داك الماء. هو هواد وانا هواد كنعوم معاه باش ما نغطاش، باش ما نخليش الماء يهبطني لتحت. راه شربت الماء بالغيس ديالو، التراب ديالو، بكلشي ديالو. المهم بقيت هواد مع داك الماء، قصدت واحد الصخره لقيتها في وسط الطريق. منين كنهواد بيا الماء شديت اتجاه ليلى وبقيت كنعوم، وصلت ليلى وشديت فيها، طلعت ديك الساعات انا في الوسط ديال الواد. خصني نفكر كيفاش ندير، نقطع ولا نرجع، يعني جوج حوايج. ما كانش قدامي البديل من غير نتسيف في الماء ونقصد الضيفه وصافي. هي اللي كانت عيني، اللي كانت عندي، ولا نبات على ديك الحجره حتى يوقف الواد. دابا المشكله الواد ماشي جالس، الواد هكا، الواد هابط هكا، حدوره بزاف، هابطه بزاف. ومني كيكون هواد ما كيهود بواحد السرعه مجهده. المهم تلاحيت، منين ارتحت وهذا تلاحيت في الماء وبقيت كنضرب. خرجت من الجناب، شديت في الشجر، الشطاب ديال الغابه كيكون في الجناب ديال الواد وداكشي، شديت في الشطاب مزيان وجبدت بيدي مزيان وحاولت نجر، واخا الحوايج كيتقلوني والما كيهبط فيا وكدا، وهادي مع كاينه الصحيحه تبارك الله. وهذا جديت خرجت وطلعت مع جناب الواد باش نشوف خي عبد. وصلت قبلت فيما خليت خي عبد لقيتو شد فراسو هكا وبارك، وكيشوف ديك الحجره، كيشوف قدامو هكا كيبكي. حيت كنعيط عبد السلام مع ديك الهراج ديال الماء اللي عينو فيا هكا، وكنشوف السيد خي محمد هكذا. ديك الفرحه ديال بنادم راه ما وقع له والو، راه صحاب لي وراه داني الواد صافي، ما عمرو غادي يشوفني. هذه هي الفكره اللي كطاحت له في الراس ديالو. بالك يلاه نورمالمون بنادم الا داه داك الواد بحال هذاك ما كيعرفش يعوم ولا ما عنده شي واحد تجربه، وهذا راه غيموت. المهم بقيت كنفكر كيفاش غادي نخرج عاوتاني عبد السلام، لانه هو بعيد عليا وفي الوسط ديال الواد، وقدامي انا غير واحد الحجره خصني نتلاحي عليها، وبيني وبين عبد السلام كتبقى 4 متر ديال البعد تقريبا. بقيت كنفكر شنو عندي، الكرده ما عنديش، الجاكيطه ما تكفانيش نسيبالو، هو غيتلاح، الا تلاح يهبطو الماء، ما كيندير. نقزت عاوتاني، رجعت للغابه، طلعت في وسط داك الغابه كنقلب على شي عود طويل ولا شي حاجه، ما لقيتش. لقيت شجره ديال البلوط مهرسه، شجره يابسه ولكن طيحه يابسه، رشات وطاحت في الارض. وجريت ديك الشجره، حيدت لي ديك العواد اللي عادي برزطوني في الراس ديالي، قرضتهم كاملين، بقات غير الكادار دايره بحال هكا.
وهابطه من هنا الفرع، هو العود كبير وغليظ طوال، وهذا هبطتها كنجراو وتزاعدت على ديك الحجره وجريتها لعندي ووقفتها هكا بحال الكيزه وسيبتها نخي عبد السلام حتى قربت لعندو، يعني ما وصلتش لعندو ولكن قربت لعندو وشبرتها من واحد العود داير بحال هكا، شديتها من هنا مزيان هكايا، شديت مزيان بيد وحده واليد وحده شديت في الحجره مزيان وبركت باش واخا يتزاعد على داك الفرع ما يغلبش عليا ويطيحني انا وهو في الماء ويدينا الواد بجوج. المهم صيرت راسي مزيان وبقيت كنقول له غير تلاح اخي عبد السلام، راه واخا طيح في الماء راه غنسيب من موراك، راه ما غنطلق لك شي، المهم غنجبدك ما تخاف ما والو. المهم بقيت معاه حتى زعمته وتعاد. واش غنقول لكم اخوتي، اللحظه اللي تزاعد على ديك الفرع على ديك الشجره هادو بحال شديتيني هكا، شديتي كرده هنا وكرده هنا وجبدتيني، بغيتي نصلي هادو بجوج، انا ما طلقتلوش، يعني شديت مزيان في الحجره، شديت في الفرع مزيان ما طلقتلوش، قلت له غير تلاح على داك العود وجبد بيدك، الا شديتي في العود مزيان جبد بيدك حتى توصلني عندي. هذاك الشيء اللي دار خير مع الخوف مع هذا، داك الشيء اللي دار. وتلاح خير السلام وتزاد على ديك العود، شلخولي هادوما بجوج، يعني الكتفه ديال يدي ومن تحت من هنايا الجهه ديال الدورسو وهذا بحال ضربتيني بالمضا من التحت. المهم وصلنا عندي، شبرتو من الكتفه ديالو، شد لي في يدي هوايا، وليت انا شديت في الكتفه مزيان وعاد شديت باليد الاخر وطلعتو على ديك الحجره ونقزنا الجهه الاخرى وخرجنا بحالنا. المهم كانت واحد التجربه مريضه، كتعرف القلب كيعمل دوك 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 دوك. اول حاجه خايف على صاحبك يديه الواد تموت والناس شافوه معاك وكذا وهادي تولي علاش طلعتو علاش مشيتو منين دوزتو وكيفاش وقع لك واش رميتيه ما نعرف، راه المخزن هذا المغاربه وما هادو، يعني ما عندك حتى شي حجه، طاح لك في الواد وكيفاش طاح لك في الواد، جيتي تقطع رميتيه ما يقول لك شي، هو جيتو تقطعو داه الواد، هو داه الواد وانت علاش ما داكشي الواد. مغاربه وما هادي، يعني ما عنديش الخوف، ديك الخوف ديال يطيح لك بنادم يموت لك في يدك ولا يموت قدامك وما تصل ما دير. المهم خرجنا بحالنا، داز بسلام، خرجنا بحالنا وبقينا ماشيين هكاك عاوتاني حتى وصلنا نوزن في واحد الحاله ما عندي ما نعاود لك عليها، يعني بالحفاح فياني، لان الصبابط مشاو، السبرديله عند الغايت والماء ما بقى فيها ما تلبس. انا بعدا كنت حفيان، خي عبد السلام كنت عنده السبرديله واخا كتقلب له كان كيحيدها كيشدها بيدو حتى وصل قرب للمدينه وغسلها بالماء هكا ولا لبسها برجلو ودخل بحالاتو للدار. ودخلنا الدار بدل عليه الحوايج ديالو، قلت له تسناني انا نمشي للدار ورجعني. اللحظه اللي وصلت للدار اخوتي الوالده الله يرحمها مسكينه قالت لي الله يا وليدي انا حلمتك داك الواد. قسما بالله هاد النهار ناقص بلا نهار. قلت لها لا الوالده انت كتعرفني واش انا كيديني الواد، الله يديك المهمه يديني الواد وانا كذا، ما بغيتش نقول لها راه فعلا راه عاد خرج، قلت لها راه عشت طاحت عليا وانا فازق وكذا وهادي وصافي، ما قلتلاش راه فعلا داني الواد. بدل ديك الحويجات، جمعت حويجات اخرين في الصاك، مشيت عند خي عبد السلام، مشينا للحمام تحممنا وخرجنا للحومه، اللهم لك الحمد. المهم كانت واحد التجربه مقاوده اخوتي وقاصحه بزاف. خي عبد السلام غواطي الدراري راه كيعرفوا ولاد الحومه ديالي، تحيه ليه تحيه لكاع الدراري ولاد الحومه. السلام عليكم.